شايفين يا جماعه الجمال والبهاريز؟ شايفين؟ نزل كل البهاريز اللي في احلى شوربه جمبري. صباح الفل عليكم. النهارده بقى جاي اقول لكم على حاجه بسيطه جدا وسهله وتقريبا ببلاش. شايفين شويه قشر الجمبري والروز دول اللي بتروح للراجل تقول له انا عايز تقشرهولي واللحمه مثلا تقلولي والباقي ده ارميه؟ ده بقى يا جماعه كنز. ده ممكن تعمل منه شوربه وممكن تعمل منه مرقه وممكن تعمل منه رز، تعمل منه حاجات كتير جدا وببلاش. ده بيترمي. تعالوا بقى النهارده هوريكم احلى رز تعمله بشوربه الجمبري. سهل جدا، مش هياخد مننا دقيقتين. يلا بينا. نحط فيها الجمبري، اي بقى خضار عندك، بصل، طماطم، عيدان، كرفس، لو في جزر كنت هحط، ملح، كمون، ورق لورا، حبهان، فلفل اسود سليم ومجروش. الميه بتاعتنا الحلوه، ميه تاني، خلها بقى تتسلق ساعة الا ربع ساعة. كل ما تسلقه اكتر كل ما هينزل طعم الجمبري في الميه اكتر. براحتك، في ناس ممكن تسلقها لحد ساعتين. يلا بينا. دلوقتي سلقنا الشوربه، هنصفيها. شايفين يا جماعه الجمال والبهاريز؟ شايفين؟ نزل كل البهاريز اللي فيها. ودلوقتي بقى عندنا احلى شوربه جمبري اعمل بيها بقى من يوم. بص شايفين البطارخ على الوش ازاي؟ شكلها تحفه وريحتها ما اقولكوش. يلا بقى هوريكم هنعمل ايه. دلوقتي بقى جبنا شويه بصل وشوحناه على النار عادي، بس ما نغمقوش زي الرز الصياديه، اكننا بالظبط بنعمل رز صياديه بس افتح شويه. هننزل بقى بشويه من الشوربه العظيمه بتاعتنا وهنسيبها على النار تقعد تغلي لحد ما البصل ده يدوب. يلا بينا. ادي اهو غلينا شويه في البصل جوه الشوربه. ننزل بقى بالرز بتاعنا، هو كده جاهز. هنسويه ونرجع لكم تاني. ادي يا جماعه بقى الرز خلص، خطير ما اقولكوش. ريحته اكنك بتاكل جمبري، يعني اكنك بتاكل رز بالجمبري. طبعا ايه، ودي الشوربه. وانا جدعانه مني برضو ايه، سبكتين بولتي مقليين كده، دي جدعانه مني. تمام. بولتي برضو ايه، المقلي ده ومقلي في البيت كده وحاجه مزاج المزاج. تمام. يلا بينا بقى ندوق مع بعض. والله اكنك بتاكل جمبري. تحفه تحفه تحفه. بصوا يا جماعه، انا بجد بستغرب الناس اللي بتيجي عندي المطعم تاخد الجمبري اللحم وتقول لنا قش مش عايزين يرموه. والله بيرموا كنز كنز. بص بقى، خد بقى شويه شوربه جمبري منه فيه كلها. انتوا مش غرب برضه. تعالوا اوريكم ايه البولتي المقلي في البيت. بص شايفين ما شاء الله عامل ازاي. يلا بقى عشان عندي خناقه دلوقتي. سلام.